احنا بنطلع زكاة رمضان، بس عمرك سألت نفسك ليه؟ ايه قصة الزكاة دي؟ وليه بنعملها كل سنة في رمضان؟ أهلا بيكم يا أصحابي، أنا يزن. عمركم سألتوا نفسكم ليه ناس كتير أول ما رمضان بيجي تبدأ تحسب فلوسها وتقول لسه ما طلعتش الزكاة؟ يعني إيه زكاة أصلاً؟ الزكاة يا أصحابي ركن من أركان الإسلام، يعني حاجة أساسية جداً زي الصلاة والصيام. لو عندنا مال ووصل لمقدار معين وعدى عليه سنة كاملة بنطلع منه جزء صغير 2.5% بس، جزء صغير قوي لكن بيفرق في حياة ناس كتير. زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد كانت الزكاة بتتجمع وتتوزع على الفقراء والمحتاجين علشان المجتمع كله يعيش في أمان. ولما بعض الناس بعد كده حاولوا يمنعوا الزكاة، الخليفة أبو بكر الصديق أكد إن الزكاة مش اختيار، دي فرض مهم جدا. طيب ليه ناس كتير بتطلعها في رمضان؟ علشان رمضان شهر الخير والأجر فيه مضاعف، وكمان احتياج الناس بيزيد. فالزكاة مش مجرد فلوس بنطلعها، دي بركة في المال ورحمة بين الناس، وإحساس إن كلنا مسؤولين عن بعض. افتكروا دايما اللي بيدي ربنا بيديله أكتر. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان كل يوم في قصة جديدة. مع السلامة.